السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم شباكية باللوز. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي لذيذة من الشكل ديالها، كتجي مقومة وهشيشة وشاربة العسل، وبطبيعة الحال مقادير جد مضبوطة. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، هنا عندي كيلو ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، ونصف معلقه كبيره عامره ديال قاقله مطحونه ومغربله، والراس ديال معلقه صغيره ديال الكوزه محكوكه. وعندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال حبه حلاوه حتى هي مطحونه ومغربله، معلقه كبيره ديال النافع محمر ومطحون، وكنضيف عليهم نص معلقه كبيره ديال القرفه، 150 غرام ديال الزنجلان اللي حمرته شي شويه في المقله غير باش يسهل عليا باش نطحنو، وعندي هنايا 200 غرام ديال اللوز اللي حتى هو غير سخنته شي شويه في الفران وطحنته مزيان باش يسهل عليا. فاش نكون كنعجن العجينه ما تبداش تقطع، كنطحنوها نتوما كتلاحظوا معايا سائل بحال الشكل اللي كنبغيو نديرو املو. وعندي هنايا 4 كاس ديال الزبده مذوبه، وكاس ديال المزهر اللي زدت عليه 2 معالق كبار ديال الخل. وهنايا باش غادي نجمع العجينه عندي نص اطرو ديال الماء، زدت عليه نص اطرو ديال الزيت، ودرت فيه زعفران شعره خليته حتى كيطلق مزيان. هنا باش كنوازن الكميه ديال الزيت مع الكميه ديال الماء، وكتعرفوا العجينه راه عندي فيها الزنجلان مطحون مع اللوز، يعني راه غادي يطلق الليدام ديالو. وكنبقى نجمع هاد العجينه بعدا كنرملها مزيان، وعاد كنبدا نضيف هذاك الزيت مع الماء. فكنتمنى اللي مازال ما صوب الشباكيه يجرب هاد الطريقه هذه، فيها بالاخص قعقله من الطياب كتعطي الريحه، كتجي مقومه هاد الشباكيه وهشيشه. كنتمنى تجربوها، يعني ماشي كنشكر الطريقه ديالي ولكن غير جربوها. وباش تنجح لكم هاد الشباكيه هذه خليوها قاصحه ودلكوها مزيان، وفي حاله تشرب لكم الطحين وما كفاكمش هاد الخليط اللي درت ديال الزيت مع الماء، ديروا واحد القريعه فيها كاس ديال الزيت، نفس الكميه ديال الزيت مع الكميه ديال الماء. صافي كنبدا نجمع العجينه ديالي بهذا الخليط، وكنحاول نضيف غير شويه بشويه باش ما تجرش ليا العجينه. كنعاود نذكر خليو العجينه قاصحه ودلكوها مزيان، قد ما دلكتوها مزيان قد ما كتجينا الشباكيه ناجحه 100%. بالنسبه للعجينه فانا غادي نجمعها مزيان وندلكها تقريبا شي مده 20 دقيقه ومن بعد نتلاقاو. بعد ما جمعت العجينه ودلكتها مزيان اكثر من 20 دقيقه وانا تندلكها، ها نتوما كتلاحظوا معايا في نفس الوقت قاصحه ولكن راها مدلوكه. صافي كنشكل من العجينه كويرات، انا دائما كنديرهم كبار على حسب سطح العمل، وهكذا باش كنقتصد الوقت دغيا. واخا تبان لكم العجينه مازال مشققه ولكن راه مازال غادي تزيد ترخى وغادي تدلك بالدلاك. صافي كناخذ كره من الكرات اللي عندي وكنطلقها مزيان بالدلاك. هانتوما كتلاحظوا معايا راها في نفس الوقت كتزيد كتدلك، ما كتبقاش كيف ما لاحظتوا المره الاولى مشققه. كنطويها على شكل مسمنه بهذه الطريقه هذه، هكذا عاوتاني كتزيد تورق لينا العجينه. وبالنسبه اللي عنده الاله ديال التوريق يخدم بها، انا كنفضل نخدم غير بالدلاك هكذا الطريقه العاديه. وكنوضع كل وحده كنديرها في بلاستيك وكنخليها واحد ربع ساعه، عاد كنرجع نبدا نخدمها. بعد ما دازت ربع ساعه على العجينه وطرخات ليا مزيان وعطاتنا الطوع، كناخذ قطعه من القطع اللي عندي وكندلكها بالدلاك. هانتوما كتلاحظوا معايا فهي مدلوكه مزيان، وكنحركها كيف ما بغيت ما كتقطعش ليا. كندلكها رقيقه لان من بعد في الطياب راه كتنفخ، كنعرفوا الشباكيه خاصها تكون رقيقه.
بعد ما طلقت العجينه هانتوما كتلاحظوا معايا سطح العمل ولا كيبان من التحت. كنجيب جراره ديال الشباكيه هذه اللي كيستعملوا الناس اولا اللي كانوا كيستعملوا والدينا زمان. بالنسبه ليا انا هذه كتسربيني دغيا وكتعطيهم ليا في نفس القياس. وكنقطع العجينه هكذا كتخرج ليا الشباكيه كامله في نفس القياس. بعد ما قطعت العجينه كامله كنحيد الجوانب هما الاولين وكناخذ قطعه من العجينه وكنبدا نشبك فيها. انا هذه الطريقه ديال التشباك ديالي وكل وحده والطريقه ديالها. كنهزو الاولى وكنحطوها مع الثالثه والثالثه مع الخامسه وكنجمعوا هاد القنات هادو بحال هكذا وكنخرجوها على شكل وريضه. وغادي نستمر انا بهاد الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله ومن بعد نتلاقاو. العجينه بعد ما شبكتها هانتوما كتشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. ودابا غادي ندوزو لمرحله القلي. وبالنسبه للقليان كناخذوا هكذا شي مقلاه اللي كتكون متيسعه وكندير فيها الزيت حتى كتسخن مزيان وكنبدا نوضع فيها القطع ديال الشباكيه وكنخليهم حتى كيبدا يذهب اللون ديالهم. ما كنطيبوهمش بزاف لان مازال غياخذوا لينا اللون ديال العسل. هانتوما كتلاحظوا معايا الذهب اللون ديالهم وطايبين. كنبدا نصفيه من الزيت وكنوضع مباشره في العسل. وبالنسبه للعسل حتى هو راه كنت شاركته معكم، غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بعد ما قليت الشباكيه وضعتها مباشره في العسل. العسل خاصو يكون بارد هكذا باش تشرب لينا الشباكيه وتجينا مجعبه من الداخل. انا هنا دايره العسل كافي وكنخليها فيه حتى كتشرب مزيان. وملي بان ليا العسل سخن كنعاود نزيد عليه واحد الكميه من العسل اللي عندي بارده. هانتوما كتلاحظوا معايا شربات العسل مزيان صافي. كنعاود نصفيها وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الشباكيه ديالي كامله ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. الشباكيه ديالنا اللي حضرنا اليوم هي هذه. كتجي هشيشه ورطبه ومجعبه وريحتها طالعه ما شاء الله. انا صراحه هذه هي الطريقه المعتمده عندي واللي ذاقها عندي كيحماق عليها، فكنتمنى حتى نتوما تجربوها. وكيف ما العاده الا جربتوا الطريقه خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. وصلنا الى نهايه الفيديو. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.